الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إخواننا في الأويغور، يا من تصلهم تلك الكلمات، لا نملك إلا أن نقول لكم اصبروا اصبروا، بارك الله فيكم وفي إيمانكم. اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا وتوكلوا على الله وثقوا بموعوده، واحتسبوا دينكم وأعراضكم وأموالكم وأبدانكم عند ربكم، واعلموا أن لله سننا لا تتبدل ولا تتحول، فلا تيأسوا من روح الله. أفحسبتم يا أتباع محمد وأحفاد البخاري أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اصبروا بارك الله فيكم، فإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيفتن في دينه فيثبت على الحق، يؤتى بالمنشار حتى يجعل الرجل على نصفين وبأمشاط الحديد فيمشط دون لحمه وعظمه ليرتد عن دينه فيثبت على دينه. إن لكم في إخوانكم من أهل الإسلام في تاريخه المعاصر والذي مضى عبرة حسنة، وإن من سنة ربكم أن يمحص الأمم ليستبين الصالح من غيره، فاثبتوا على الحق ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تأملوا بحكومات الذل والهوان كأن الله يأسكم منهم ليفردكم إليه، فثقوا بما عند الله. يا أهل الحق في أهل الإسلام، المسلم أخو المسلم، كونوا مع إخوانكم حقا بما استطعتم إليه سبيلا. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تعرفوا على حقيقة ما يجري في تلك البلاد، انشروا أخبارهم بين المسلمين، انشروا الوعي بين الشباب، انقلوا ما يخفيه الإعلام اليهودي والعالمي الممنهج. إن إخوانكم هناك مقموعون، لا صوت ولا منبر ولا من يدافع عنهم. من كان تيقن من صدق الجمعيات والمراكز وهيئات ومنظمات الإغاثة التي تعنى بشأن المسلمين والأقليات المسلمة المنكوبة وقضايا المهجرين في كشمير وبورما وفي تركستان وفي العراق وسوريا، فليسعى للمساعدة بحسب الوسع والطاقة. وإياكم أن تغفلوا عن مقاطعة بضائعهم. إن أول من يستفيد في مقاطعة بضائعهم، وقد غزت بضائع الصين العالم ولا أقول بلدنا فحسب، إن أول مستفيد من المقاطعة نفسك التي بين جنبيك، رحمة منك بها عودها أن لا تأخذ شيئا من بضائع بلد تحارب الإسلام والمسلمين ليل نهار. وثق في قلبك أصول الولاء والبراء، وإياك أن تستمع لمن يقول لا يضرهم أمر المقاطعة في شيء. إنه لا يلزم من النهي عن المنكر أن ترى آثاره ولا أن ترى تغييره. والذين تكلموا في الإحصائيات على المقاطعات ذكروا أرقاما
تهدد الصين، والصين أمة وثنية تعبد الدرهم والدينار.